أبيع ازاي بارت 3. لو انتي ما شفتيش الاجزاء اللي فاتت شوفيها وتعالي نكمل عن فكرة بيع الشموع. ازاي نبيع الشموع؟ اتكلمنا المرة اللي فاتت عن تأثير العطور على الحالة المزاجية للعميل وفق احتياجاته. تعالي بقى ندمج ما بين العطور وكمان تصميم الشمعة. فلو العميل بتاعك عايز يحس بالاسترخاء هتستخدمي اللون الازرق. لو العميل بتاعك عايز يحس بالطاقة هتستخدمي اللون الأصفر. لو العميل عايز يحس بالحب والدفء هنستخدم اللون الوردي أو الأحمر. كمان مهم جدا ان انتي ترشحي له الشمعة المناسبة بتركيز العطر وفق طبعا ايه المكان. بمعنى ايه يا شيماء؟ بمعنى انه ترشحي له لو هو مثلا عايز الشمعة دي لغرفة النوم او للمكتب هترشحي له شموع الجارات. اما لو انتي هو عايز منك شموع للليفنج يعني مكان اكبر فهترشحي له شموع الفندق لان هي طبعا بتكون تركيزها اعلى. وكمان ممكن تستخدمي ترشحي له يعني شموع ديكورية اللي هي بدون عطر اللي هي شموع القوالب يعني عشان بتدي شكل حلو للمكان. انا هاند ميد كوتش شيماء مدحت، افتكري انا عاوزة مصلحتك.